صباح الخير على كل متابعيني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ المحشيه بالرز والكبد والقوانص بطريقه سهله جدا. يلا حبايب قلبي، لاول مره يشوفني ما اشتركش في القناه ينزل على كلمه الاشتراك اللي تحت الفيديو، اشترك في القناه، ما تنسوش تفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تشوفوه. ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وكمان كومنت حلو عشان تساعدوني، واللي ما شرفنيش يشرفني. تمام. هنعمل ايه مع بعض النهارده بقى ايه؟ انا كنت حاشيه حله المحشي دي من بالليل. بصوا ما شاء الله، بصوا اهي. تمام. معايا هنا الكبد والقوانص بتوع الفراخ البلدي. بصوا دول الفراخ غسلاها وشطفوها كويس جدا ونقعاها اهي. بصوا هنحشيها. تمام. بسم الله، هنصلي على الرسول. وده معايا الرز اللي فاضل من المحشي. تمام اهو. هنعملها بطريقه حلوه جدا. ودي القوانص، حطيت القوانص لوحدها والكبد لوحدها. تمام كده. ومعايا حله فيها ميه عشان نسلق الفراخ. تمام كده. هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد ان شاء الله. هنجيب كام بصلايه كده. معايا هنا القلايه بتاعتي الكبيره. تمام كده. هنجيب بقى ايه، نولع العين الكبيره دي. تمام كده. وهنحط بقى معلقتين زيت. بسم الله. معلقه واحده بس. ومعايا هنا بصلتين كبار عملتهم اهو في الكبه. تمام كده. يلا يا حبايب قلبي كده اذكروا الله وما تنسوش اللايك، ما تبخلوش عليا باللايك. تمام كده. وطبعا حابه اوجه رساله للناس، في ناس كده مريضه نفسيه بجد، يعني بتحب تزود النقص بتاعها بانها تاذي غيرها. فانا كل اللي انا عايزاه بس من حبايبي ومتابعيني وكل مشاهديني، عايزاكم بس تقولوا حسبي الله ونعم الوكيل في كل من بيأذي بني ادم، ان كان واحد او واحده. تمام. انا عايزاكم بس تحاسبوني كده عليهم، لان بجد بجد هم يستاهلوا. مش هقول اكتر من كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم في كل من بيأذي بني ادم بالكلام وبالفعل. هنسيب بس الزيت يسخن معايا. هنزل اول حاجه كده، هنزل بالقوانص اللي معايا. تمام كده. انتوا عارفين القوانص بتاخد سوا كتير اكتر من الكبده، فايه هنسويها شويه كده. انا مقطعاها تقطيعه يعني مش كبيره ومش صغيره. تمام. هشوحها كده كتير جدا. وبعد كده هنزل بكميه الكبد اللي معايا. بصوا كميه قد ايه ما شاء الله. ومعايا هنا الحله اهي لسه اول ما هتغلي. لسه ميه بس، ما حطيتش فيها اي حاجه خالص. انا كمان ههدي عليها النار، هنقلها انا على العين دي. تمام كده. عشان انا ايه اشتغل على العين الكبيره. تمام. بسم الله. تغلي بقى براحتها واحنا نشتغل على العين دي. بس كده بس كده. هفضل بقى اقلب في القوانص بتاعتي كده. نشوف بس ايه القوانص دي كده من الثانيه. نوسع لنفسنا مكان كده. يلا حبايب قلبي كده اذكروا الله. وحشتوني جدا 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 وبحبكم قوي قوي قوي. ربنا يخليكم ليا، وان شاء الله هكمل بيكم ومعاكم باذن الله. ومش يعني اقول لكم ايه، انا بصراحه تعبت جدا جدا من القناه وشغل في القناه، بس ان شاء الله هكمل معاكم ومش هسيبها ومش هدي فرصه لاي حد ان هو يحبطني فيها. ان شاء الله مع بعض مكملين. ما تنسوش اللايك بقى والشير والسبسكرايب كده بالمعايا، عشان ان شاء الله نشجع بعضنا ونبدا نشتغل تاني مع بعض ان شاء الله. قلت القوانص بتاعتي كتير جدا جدا. وبعد كده هحط كده على الارض. معايا هنا يا حبايب قلبي بعد بقى ايه ما حطيت شويه ميه كده صغيرين عشان القوانص تستوي معايا بسرعه. هنزل بالكبد بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هديها بقى ايه تقليبه كده. بسم الله. لحد ما لونها يتغير معايا. تمام كده. وبعد كده هنزل عليها بالبصلايه. حابه بقى تضيفي لها بعد البصل، حابه تضيفي لها قرن فلفل،
الرز بتاعي معايا مش محتاج اي حاجه خالص، تمام، فيه كل الحاجه بتاعته. فانا لو هعمله رز ابيض فطبعا هضيف للكبد والقوانص بقى طماطمايه، جزرايه، قرن فلفل اللي انت حباه، تمام كده. فانا هكتفي بس على الكبد والقوانص، هحط بس بصلتين اللي انا فرمتهم، بس كده بس كده، لا اكتر ولا اقل. هفضل اشوح فيهم كده. يا سلام، مش عايزه اقول لكم بقى الريحه ايه، تحفه، ولا حطيتش لسه عليهم اي حاجه خالص. هنزل بقى بالبصل اللي معايا، هنزل بكميه البصل اللي معايا، بسم الله. دول بصلتين متوسطين، مش كبار ومش صغيرين، تمام كده. هقلب بقى كده لحد ما البصله تدبل معايا، وبعد كده بقى ايه، هنزل بالرز، هديله تشويحه كده بسيطه. يلا يا حبيب قلبي كده، صلى على رسول اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلاص كده ايه، هنزل بقى ايه بشويه فلفل اسود كده على الكبد والقوانص بتاعتي، بسم الله. وشويه ملح، بسم الله. هنزل بقى بشويه الرز الحلوين قوي اللي معايا دول، بصوا اهو، هديها بس ايه تشويحه كده. نجيب بقى الفراخ بتاعتنا الجميله دي، بسم الله، نجيب معلقه كبيره، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. مش هنملاها قوي برضو، هندي فرصة ايه للفرخة للرز يستوي معانا، تمام. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنقفلها بقى كويس، تمام كده اهو، بسم الله. تمام كده، نحشي التانية كمان، بسم الله. لو انت بقى هتشويها فانت بتتبلي الفراخ دي بقى من بالليل، وبعد كده بتحطيها بقى، بتحشيها عادي خالص وبتحطيها في الفرن، بتبقى حلوة جدا. يلا يا حبايب قلبي كده، اذكروا الله، صلوا على الرسول كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنعمل المحشي كمان، بس هنزود المحشي بتاعنا شوربه زي ما احنا متعودين مع بعض. معانا 3 فراخ، معانا فرخه اهي، اللي مش حابب ياكل فراخ من دي، تمام. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. معانا بقى الميه يا حبايب قلبي، دخلت على الغليه معايا بصلايه وجزرايه وطماطمايه وورق لوري وفلفل اسود، بسم الله. هنزل عليها كده، واول ما هتغلي معايا هنزل عليها بالفراخ، تمام.